ارتكب المحتلون الصينيون في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية جرائم بشعة ضد الإيغور وغيرهم من الأقليات الإسلامية الأخرى. وعقد اجتماع خاص في جامعة كامبيرا في أستراليا لمناقشة المشاكل الخطيرة التي يواجهها الإيغور. إن سياسة القمع والعنف التي تنتهجها الحكومة الصينية تدعو المجتمع الدولي إلى الاهتمام الكبير لقضية تركستان الشرقية وإدانة الحكومة الصينية التي لا تعرف الرحمة. في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، وفقا لما ذكره شخص مستقل في وسائل التواصل الاجتماعي في كاشغر، أغلقت الحكومة الصينية الكثير من المساجد وقامت بهدمها، كما قامت الحكومة بتغيير معالم المساجد الصغيرة التي لم تستطع هدمها. وتقوم الحكومة الصينية بالسيطرة التامة على الممارسات الدينية الإسلامية، بحيث تقوم الحكومة بتغيير المناهج الدينية سعيا منها لتدمير الإيغور وثقافتهم. وهذه الجرائم التي تقوم بها الحكومة الصينية في تركستان تعتبر جرائم ضد الإنسانية. بحسب إحصائيات الجمارك في منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية، اعتبارا من 30 من يونيو وصلت كمية الغاز الطبيعي في خطوط آسيا الوسطى إلى 13,356,000 طن من الغاز الطبيعي إلى الصين في النصف الأول من عام 2018، وهو ما يمثل 99.74% من الواردات. وارتفع حجم التصدير بنسبة 18.75% على أساس سنوي. ويعتبر خط أنابيب الغاز لآسيا الوسطى شريان طاقة هام للصين وآسيا، ويمر خط الأنابيب عبر أوزباكستان وكازاخستان، ويدخل من خورغوس في منطقة شينجانغ الإيغورية، وهي متصلة بخط أنابيب الغاز بين غرب الصين وشرقها الثاني والثالث، ويبلغ طوله 1833 كيلومتر، ويؤمن الوقود ل400 مليون شخص على طول الخط. وإن انتقال الغاز من الغرب إلى الشرق يشير بشكل رئيسي إلى إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة شينجانغ الإيغورية إلى دلتا نهر اليان جيتسي. يعتبر الدروز واحدة من الأقليات العرقية في إسرائيل، إذ تقر بالولاء التام للبلاد، ويخدم أهلها في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي الفترة الأخيرة بدأ أفرادها بالاستقالة من الجيش الإسرائيلي احتجاجا على قانون قومية الدولة. أفادت صحيفة هاربين أستانا في 31 من يوليو أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قام بأول زيارة عمل إلى كازاخستان، وخلال الزيارة وقع وزيراء الخارجية على مذكرة تفاهم لتعزيز المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك على مذكرة تعاون بين غرفة التجارة والصناعة الفلسطينية وغرفة التجارة والصناعة الكازاخستانية. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية بين البلدين، وناقشوا التعاون الثنائي وآفاقه. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الياباني تارو تشينو محادثات لمناقشة إبرام معاهدة سلام لم يتم التوقيع عليها منذ الحرب العالمية الثانية، وبناء سلام واستقرار دائمين بين البلدين.